جماعة ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين ان شاء الله وانتوا بتشوفوا الفيديو ده او بتسمعوه. النهارده انا هتكلم معاكم في ليه لازم نبطلوا نتفرجوا على المحتوى اليومي او على الديلي فلوج. ماشي، وازاي ده بيأثر على دماغنا، وليه بنحب نتفرج على حياة غيرنا وسايبين حياتنا تضرب تقلب عادي، وازاي اصلا الديلي فلوج بتأثر على نظرتنا للعالم ونظرة لينا، يعني نظرتنا للعالم ونظرتنا لنفسنا. اول حاجه، ليه بنحب نشوف حياه غيرنا؟ اول حاجه عقلنا بيحب يصنع القصص، وبيحب يخترع القصص. تاني حاجه هي آه الدوبامين المؤقت اللي احنا بنحس بيه، او الفرحه المؤقته اللي بنحس بيه لما بنشوف انجاز في حياه غيرنا، لان طبعا غيرنا لا لما بيعرض حياته بيعرض الجزء الحلو بس، ما بيعرضش الجزء الحلو والجزء الوحش، فبالتالي انت بتشوف الجزء اللي هو واو، قول الله، قول كيس كليا. وغير كده كمان احنا عقلنا بيحب يصنع القصص وبيحب يتفرج على قصص غيرنا. يعني ممكن مثلا لو احنا بنعمل خناقه في الشارع او احنا بنتخانق في الشارع، ما نحبش حد يتفرج علينا، نقول يا خرابي الناس هتتفرج علينا والناس تقول علينا مش عارفه لكن لو في حد تاني بيتخانق، احنا كلنا بنخرج في البلكونات نشوف مش عارفه بيعملوا كذا. يعني بنحب نفرح في في نصايب غيرنا. تاني حاجة، انت بتشوف حياتك بدل ما تشوف بتشوف حياة غيرك، قصدي انت بتشوف حياة غيرك بدل وسايب حياتك تضرب تقلب. ماشي، حياتك مكركبة ورايح تشوف حياة غيرك بدل ما تشوف حياتك انت، تعيش حياة غيرك بدل ما تعيش حياتك. والمخ تلقائي بيربط بين انجازات الشخص اللي انت بتتابعه والانجازات اللي انت بتعملها، وكمان احساسك بالانجاز. يبقى ممكن تكون نظرتك او فاكر الانجاز قبل مشاهدة المحتوى ده، اللي انت مثلا تقضي وقت مع نفسك، تشرب حاجة، تقرا، تنام. لكن بعد ما تشوف المحتوى ده تحس ان انت ما بتعملش حاجة. كمان احساسك بالانجاز، اللي انت بتحس ان انت آه آه جزء من نجاح الشخص ده، لان الشخص ده عشان عمل حاجة كويسة او نجح او حاجة، ممكن يكون فضلك انت، فضل انت تتفرج عليه او فضل اي حد تاني. ماشي، فانت بتحس ان انت عملت حاجة في حياة الشخص ده رغم ان انت ما عملتش حاجة، وده احساس وهمي وغلط جدا، ما ينفعش يحصل اصلا. بدل ما تطور نفسك تحس انك جزء من نجاح غيرك، وده وهمي برضه. انت كل يوم تفتح تلاقي غيرك بيشارك حياته على اليوتيوب، تلاقي حد عامل فلوج او ديلي فلوج، مذاكرة، مش عارفة study with me، سفر، خروجه، ترتيب بيت، خصوصا لو واحدة ست، ترتيب بيت، مش عارفة تهشيك طفل، مش عارفة تربية طفل، اي حاجة بقى. ماشي، فانت ممكن تكون حياتك عادي بايظه، وابوك وامك بيضربوا بعض بره، او انت وصحابك بتتخانقوا، او معكش فلوس، او الدولار ب50 جنيه، وسايب ده وقاعد بتتفرج مثلا على اي بقى حد، مش عايزه اقول اسامي عشان مش بحب يعني، بس ماشي. تاني حاجه، ازاي ده بيأثر على دماغنا؟ اول حاجه، الادمان على مشاهده المحتوى ده، بتاخد جزء يعني جرعه كده صغيره من الفرحه المؤقته او الدوبامين. ماشي، اللي بتخليك تدخل تتفرج على ده، اللي هو الله انا هدخل اتفرج على حياة غيري بدل ما انا مش نافع في حياتي كده، يعني هروب من الواقع يعني. ماشي. تاني حاجة، المقارنة السامة. المقارنة دي يعني حاجة سيئة جدا، هو ان انك تشوف هو بيعيش ازاي. ماشي، وشوف انا عايز ازاي، مش عارف شوف هو بيعمل ايه، يا عم شوف فلان الفلان ده عنده عربية كده او كذا كذا. ماشي، وده كمان بيخلي صانع المحتوى يخدعك. اللي بيعمل ديلي فلوج مثلا قد ايه يطلع لك حياته سعيدة وحياته اوف يا مش عارفة حلوة قوي ومش عارفة وناجحة، وبيصور لك اللحظات السعيدة بس، لكن في حاجات مستخبية. عشان كده انتوا بتحبوا تتفرجوا على حياة الناس من بره مش من جوه. ماشي، لان لو اتفرجت عليها من جوه يعني هتطلعوا تجروا. سرقة الوقت والطاقة. سرقة الوقت انت بتقعد تتفرج على حياة غيرك. تاني حاجة، سرقة الطاقة، ان انت بتشوف اللحظات الحلوة او بتشوف نجاح غيرك، عكس ان انت عكس حياتك. يعني حياتك ممكن تكون مثلا عندك مش ناجح قوي يعني، فبتشوف نجاح غيرك يمكن ترضي نفسك وخلاص، او الهروب من الواقع زي ما انا بقول. ده بقى بيأدينا لرابع حاجة، اللي هي تأخير الانجازات. تغيير تحديد الانجازات. كل دقيقه انت بتضيعها في مشاهده محتوى او حياه غيرك كان ممكن تعمل بيها انت حاجه في حياتك. ماشي، ازاي بقى نبطل نتفرج على المحتوى ده؟ اول حاجه، اسال نفسك هل حياه غيري هتضيف ليا يعني اما اشوف حياه غيري عمل غيري سوا، طب ما اروح انا اعمل واخلي غيري يتفرج عليا، او مش شرط حد يتفرج على حد، بس انا اعمل وغيري يشوفني احسن ما انا اشوف وما اقعدش اعمل حاجه. تاني حاجه، قلل عدد المحتوى ده. ماشي، يعني بدل ما تتفرج على فيديوهات كرر نفسك في المحتوى. طلع اي عيب، مثلا بتفرج مثلا على ست مثلا بتنظف وبترضع ابنها والكلام ده، واللي بص ابنها مش عارفه عنده برد مثلا، او اي حاجه او اي حاجه، او مثلا بيتها مش متنظف مثلا او اي حاجه، بحيث ان انت تكرهي نفسك في الحاجه دي، بدل ما تتفرجي مثلا على فيديوهين تتفرجي على فيديو واحد وهوب ما تتفرجيش على حاجه خالص.
تالت حاجة، اصنعي حياتك او اصنع حياتك بدل الفرجة على حياة غيرك. ماشي، وخليكي دايما عارفة ان الناجحين مش بيتابعوا حياة غيرهم، او الناجحات ما بيتابعوا لا يتابعن حياة غيرهن. ماشي، ما ينفعش انت تتابعي حياة غيرك ولا غيرك يتابع حياة غيره ولا الكلام ده. ماشي، وخليكي دايما فاكرة بينما انت تلهي بينما انت تلهو وتشاهدون الديلي فلوج احدهم يصنع المعجزات. ماشي، الناجحين بيصنعوا حياتهم ما بيتفرجوش على حياة غيرهم. وشكرا، وان شاء الله اتمنى ان انا اشوفكم تاني، وان شاء الله هتشوفوني تاني. ربنا يكرم، مع السلامة.